اللي اعلنت سامسونج عنه في المؤتمر ده حرفيا جنان. وكلمه واحده بس اللي هعلق لك بيها على الجالاكسي امباكت 26 ان ابل تبكي في الزاويه. يا جماعه حاجات حرفيا انا مش مستوعب ازاي سامسونج قدرت تعمل هذه التقنيات في احدث الاجهزه اللي اعلنت عنها النهارده. والمنتجات اللي احنا كنا متحمسين ان سامسونج تعلن عنها النهارده هي سلسله الجالاكسي اس 26 والجالاكسي بادز 4 سيريز. حرفيا منبهر من تطورات الاي اي الرهيبه اللي سامسونج قدرت انها توصل ليها واللي هتسهل علينا كتير تجربه الاستخدام. انصحك ومن كل قلب ان انت تكمل الفيديو ده للاخر لان بجد التطورات رهيبه ومرعبه. لايكك واشتراكك، ومن غير كلام كتير خلونا نبدا. خليني اقول لك ان سامسونج في الجالاكسي امباكت 26 اعلنت عن سلسله الجالاكسي اس 26 الجديده، والسلسله دي بتتكون من 3 اجهزه: الجالاكسي اس 26 النسخه البيزك العاديه، والجالاكسي اس 26 بلس، والجالاكسي اس 26 الترا وحش السلسله. واعلنت كمان عن الجالاكسي بادز 4 والجالاكسي بادز 4 برو. ولكن متحمس ابدا معاك بوحش السلسله الجالاكسي اس 26 الترا. مش قادر استنى ما اتكلمش عن هذه الميزه الرهيبه اللي معرفش سامسونج عملتها ازاي، وهي طبعا البرايفسي ديسبلاي، ودي اللي هتكون نقطه البيع الاساسيه لهذا الجهاز. تقنيه رهيبه جدا، حط سكرينتك العاديه اللي بتحمي الشاشه وفعل برايفسي ديسبلاي واستمتع بخصوصيه بقى ايه جنان. الخاصيه دي يا جماعه عشان اكون على النور معاكم هي خاصه بالجالاكسي اس 26 الترا فقط، بقيه السلسله لا. ده هاردوير، يعني ما تستناش بقى ان انت معاك الاس 25 الترا فهيجي لك ابديت يعمل لك البرايفسي ديسبلاي، مفيش الكلام ده. وعشان كده بقول لك ان دي هتكون نقطه البيع المميزه جدا لهذا الجهاز. تقدر ان انت تخصص شاشه الخصوصيه دي مع اي تطبيق انت اول ما تفتحه هوب. عشان تبقى فاهم انا جربت الميزه دي بنفسي، مسكت الجهاز وفعلت البرايفسي ديسبلاي والحقيقه الصراحه سحر. الموضوع ما خلصش لحد ان انت بتخصصها مع اي تطبيق وخلاص، لا يا جماعه، ده انت كمان تقدر تخصصها مع البوب اب نوتيفيكيشنز او الاشعارات المنبثقه من فوق دي. الشاشه بتضلم لك الحته دي بس، يعني اللي قاعد جنبك ما يشوفش ان جالك اشعار منبثق ويقدر يقرا الرساله اللي جات. منتهى الخصوصيه ومنتهى الامان الصراحه. والمميز بصراحه بالنسبه لي في هذه الخاصيه ان انا وقت ما بحتاجها بفعلها، وقت ما بحتاجهاش بقفلها. مش مضطر ان انا اشتري سكرينه واتحرم من شاشه سامسونج السوبر اموليد ذات الالوان الرهيبه اصلا كده. فاكتبوا لي في الكومنتات هل هذه الميزه تكون كفيله ان انت تشتري فلاج شيب سامسونج الجديد الجالاكسي اس 26 الترا، ولا لسه بقى لما اكمل لك مميزات الاي اي الرهيبه. وعايز اقول لك على خبر سعيد جدا ان مميزات الاي اي الرهيبه اللي انا هكلمك عنها كمان شويه موجوده في السلسله كلها. حقيقي واو. وانصحك الفتره الجايه ان انت تتابعني عشان نشوف مع بعض هل هيكون الجالاكسي اس 26 الترا الجديد موبايلي الشخصي ولا هستقر على موبايلي اللي انا عليه دلوقتي. كل ده تعرفه في فيديو منفصل تماما. وبرضه حابب افكرك بحاجه مهمه جدا، ده جاست ملخص المؤتمر، لسه بقى التجربه الفعليه والمراجعه الكامله للاجهزه دي هيبقى ان شاء الله كمان شويه، واللي هشاركها معاكم ان شاء الله اول ما تكتمل. فانصحك ان انت تفعل زر الجرس وتستنى باذن الله اللي جاي غير. حابب اقول لك على حاجه مميزه جدا، الوان سلسله الجالاكسي اس 26 جايه بالوان مميزه جدا بعيدا عن اللون الاورنج اللي كلنا كنا متوقعين سامسونج هتنزله في السلسله. ولكن الوان السلسله هنا بصراحه نزلت بالوان عاقله وهاديه وراسيه كده، الكوبالت فايلوت والسكاي بلو والبلاك والوايت، ودي حاجه مميزه جدا. وانا مش عارف لو اجيب انهي لون، فاكتبوا لي برده في الكومنتس. المميز واللي عجبني في الشاشه بعيدا عن الارقام والمواصفات كل ده هنتكلم عليه في المراجعه، ان انت عندك هنا تشبع الوان بالاي اي. يعني انت بتروح لسكه الالوان الحقيقيه على الشاشه، كل ده مدعوم كليا بالاي اي بالذكاء الاصطناعي. بيقدر يخلي لك الاسود اسود، الاحمر احمر، الاخضر اخضر، كل الالوان بتبقى متشبعه على حسب المشاهد اللي انت بتشوفها وعلى حسب الحاجه اللي انت بتتفرج عليها. حاجه كمان انا حابب اطمنك ليها، الناس كان عندها شكوك وبعض المخاوف والقلق مش عارف ليه ان الجالاكسي 26 الترا ما ينزلش بمعالج كوالكوم السناب دراجون الجديد. ولكن حابب اقول لك ان طبعا الجالاكسي 26 الترا الجديد نازل باحدث معالج من كوالكوم وهو السناب دراجون 8 اليت جين 5. اما الاس 26 والاس 26 بلس فنازلين بمعالج فلاج شيب برضه بس من سامسونج، من معالج الاكزينوس 2600 بدقه تصنيع او بمعماريه 2 نانومتر. وده يقول لك ان قد ايه المعالج ده هيأدي معاك وهيكون موفر جدا في الطاقه. جالاكسي 26 الترا جايب 4 كاميرات، الاساسيه بتيجي 200 ميجا بكسل، فتحه عدسه واسعه جدا اول مره اشوفها في موبايل الفلاج شيب بصراحه اف 1.4، مع عدسه 10 ميجا بكسل تيليفوتو بتدعم التقريب البصري الحقيقي لحد 3 اكس، وعدسه بريسكوب 50 ميجا بكسل بتدعم التقريب البصري الحقيقي لحد 5 اكس، وعدسه رابعه لتصوير الالترا وايد بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل. سامسونج مركزه بشكل كبير جدا على فتحه العدسه، حاطه لك فتحه عدسه يا راجل رهيبه واسعه جدا اف 1.4، وده معناه حاجتين. الحاجه الاولانيه بالنسبه لي ان انت هتاخد تصوير ليلي كما لو كان بالنهار، وده مش على مستوى الصور بس بل على مستوى الفيديو كمان. وزي ما قلت لك ان الكاميرات بتدعم التثبيت الالكتروني عن طريق الجيروسكوب، فده هينقلنا لتقنيه رهيبه جدا. سامسونج ما شفتش موبايل
نزل بهذه التقنيه لحد الان، وهي الهوريزونتال لوك. الهوريزونتال لوك ده يا سيدي انت دلوقتي بتصور حاجه ماراثون وانت بتجري، بتصور ولادها في التمرين وبتجري معاهم رايحه جايه وبتاع، الموبايل وقع اتدقلك، بتصور حيوانك الاليف، ايا كان اللي بيحصل الموبايل ثابت على الفريم اللي انت مثبته له سواء فيرتيكال او هوريزونتال. فالميزه دي بصراحه لما جربتها اتوهمت انت بتعمل ايه. طبعا الجيروسكوب بيلعب دور كبير، مع الاي اي بيلعب دور اكبر، في حاجه كده مميزه جدا. يعني انت مستوعب انت شايف ايه؟ انت شايف موبايل بيتشقلب والفريم ثابت حرفيا، مفيش اي حاجه بتتغير. فانا بوثق على القناه ان سامسونج هي اول شركه استخدمت الهوريزونتال لوك في جهازها الجالاكسي اس 26 الترا. حاجه مميزه جدا، الموبايل بيصور لوك فيديو عادي جدا زي ما احنا متعودين. سامسونج بقى مديانك 4 فلاتر كالر مودز مختلفة عشان تبدأ تشوف وتتخيل المشهد بعد ما يتلون هيبقى عامل ازاي. تعال بقى نروح على مهارات الاي اي اللي هتخلي ابل تعيد حساباتها 2 مليون مرة. يا جماعة انتوا هنا قدام تطور رهيب للاي اي كتجربة استخدام مش كاستعراض عضلات. وهتيجي تقول لي يا طاهر طب ما البرايفسي ومش البرايفسي، هقول لك يا حبيبي سامسونج عندها الاي اي اون ديفايس، ما فيش اي مشكلة. خصوصيتك بملفاتك بفايلاتك ما بتطلعش على السيرفرات، انت تقدر تعمل اي حاجة اون ديفايس، وكل الموضوع عند سامسونج متأمن بالنوكس زي ما انت عارف. الفوتو اسيست هنا بقى بيدعم البرومبتس unlimited prompts، انت كانك ماسك نانو بنانا في ايديك بانليميتد برومبتس فور فري، مفيش جنيه هتدفعه، انت خلاص اشتريت الموبايل بقى معاك ذكاء اصطناعي غير محدود. طب انت دلوقتي كتبت برومبت لصوره وعدلت فيها حاجه، خلاص كده الموضوع انتهى؟ لا يا باشا، في خاصيه اسمها كيب اديتنج، تقدر ان انت تمشي لايرز كده زي الفوتوشوب، ودي اكتر حاجه مبهره بالنسبه لي. احنا ياما بنعدل على صور وبنعيد البرومبت من الاول وجديد، لا انت هنا مش هتحتاج تعيد البرومبت من الاول وجديد، انت هتكتب له برومبت تعدل على النتيجه اللي طلعت. البرومبتس دي هتقدر تخليك ان انت تكرييت او تعمل ستايل، وفي ستايلات جديده اتضافت عن الاصدارات اللي فاتت، وصلوا لحوالي 9 ستايلات. تقدر ان انت كمان تعمل بلند، تدمج صورتين في بعض وتطلع صوره واحده رهيبه زي ما انت شايف، حاجه كده بصراحه في منتهى الروقان. ناهيك طبعا كمان عن ابداعات الكرييتيف ستوديو، ان انت تقدر تكريت ستيكر عن طريق البرومبتس، ومش بس ستيكر، ممكن تعمل ويدنج انفيتيشن او ممكن تعمل بروفايل كاردز، كل ده مدعوم من خلال الكرييتيف ستوديو عن طريق البرومبتس. يعني حاجه بجد الصراحه، ولسه ما جيتلكش للتقيله بقى. سامسونج في الانباكت 26 اعلنت عن تقنيه ذكاء اصطناعي جديده في سلسله الاس 26 كلها، وهي الناو نودج. ناو نودج دي يا جماعه هتخليك تحضر كده تمن الاس اي موبايل في سلسله الاس 26 وانت متكيف. ولو معاك موبايل من ابل فالله يكون في عونك يا صاحبي، عشان اللي هتسمعه ده تقيل عليك شويتين. الناو نودج دي يا صاحبي هلخصها لك في كلمتين، وهو الايجنتك اي اي. الايجنتك اي اي ده هو الذكاء الاصطناعي العامل على الموبايل. يعني ايه عامل؟ يعني مش مجرد حد انت بتديله اوامر وهو بينفذها، لا هو اوريدي بياخد اكشن معاك. هبسطها لك، عارف انت الموبايل هيتكيف على استخداماتك، فهيعمل لك بيرسونا، سواء انت كنت سواء انت كنت ممثل، سواء انت كنت كونتنت كرييتور، سواء انت كنت ديزاينر، سواء انت كنت وات ايفر انت ايه، ويبدا ياخد اكشنات تساعدك وتفيدك، سواء في الصور، سواء في المواعيد، سواء في اللوكيشنز، حاجات بقى ايه. خد التفاصيل. معناه ايه الصور واللوكيشن والديت؟ باختصار شديد جدا، انت بتكلم واحد على الواتساب وانت حاطط في الكالندر يوم معين الساعه الفلانيه ان انت عندك ايفنت او عندك وات ايفر، وبتكلم واحد صاحبك على الواتساب فهو بيقول لك على نفس الميعاد ان انتوا تعملوا حاجه ثانيه، فهيجي لك اشعار لا والله خد بالك المكان ده محجوز او الوقت ده محجوز، فانت بالتالي هتبقى فاهم ان انت ما ينفعش تدي الميعاد ده لحد تاني. فهنا الاي اي بياخد اكشن معاك، مش مجرد بس ان انت صباح الفل برومبت وخلاص، زي ما قلت لك في عميل اي اي شغال لك. ناو نودج كمان هتبدا ترتب لك النوتيفيكيشنز اللي بتجيلك على حسب الاهميه. يعني انت سبت موبايلك شويه فرجعت للموبايل، بنلاقي طبعا سطر اشعارات ابن لذينه. هنا يا باشا انت الاشعارات دي مترتبه على حسب الاهميه. الكولز مثلا في الاول، الكولز المهمه، الرسائل من الاشخاص المهمين في الاول، بعد كده تبدا بقى الاهميه تقل لحد ما ننزل على الاشعارات اللي مش مهمه خالص. حضرتك بتاخد سكرين شوت لحاجات كتير وبتنسى ترجع لها، هو بيقسم لك السكرين شوتس دي كاتيجوريز، ولو انت مثلا في ويب سايت او في فيديو وخدت سكرين شوت، المميز بقى والجبار هنا تقدر ان انت تجيت لينك او تروح للسورس بتاع الصوره دي في اي وقت انت عايزه، عشان تقدر ترجع بكل سهوله للحاجه اللي انت كنت بتتصفحها وقت ما تحب. الاس 26 الترا هينزل ب 12 جيجا رام مع 256 جيجا او 512 ذاكره تخزين، وفي نسخه هتيجي 16 جيجا رام ودي خاصه بالمساحه ال1 تيرا بس. بطاريتنا العزيزه لسه زي ما هي 5000 ملي امبير في الالترا،
مع دعمها للشحن السريع بقدره 60 واط، وده هنا التطور بقى ان انت في 30 دقيقه بس هتشحن لحد 75% من الموبايل، مع دعمها للشحن الوايرلس بقدره 25 واط. بطاريه النسخه البيزك الجالاكسي اس 26 بس هتيجي ببطاريه 4300 ملي امبير، زادت 300 ملي امبير عن الاصدار اللي فات، وبطاريه البلس هتيجي 4900 ملي امبير. سامسونج كمان اعلنت في الجالاكسي امباكت 26 عن سلسله الجالاكسي بادز 4، واللي نزل منها سماعتين، السماعه الاولى هي الجالاكسي بادز 4 برو، والسماعه الثانيه هي الجالاكسي بادز 4. اكبر تغيير في السماعات دي هو الديزاين جاي مطعم بالميتال، حاجه رايقه وفي منتهى الفخامه والشياكه، واللونين اللي نازلين مصر هما الابيض والاسود بس. والكيس كمان جاي فيه تطور رهيب زي ما انتم شايفين، ماسكه السماعات مع الكيس حاجه بريميوم جدا جدا. فالوايدر وافر هنا هيخليك تحس وتلاحظ الفرق ببساطه شديده جدا، ودانك هتجيب الفرق بين النغمات العاليه والنغمات المنخفضه، وهتقدر تستمتع بالحاجه اللي انت بتسمعها بمنتهى الاحترافيه. السماعه كمان بتدعم الاوامر الصوتيه مع بيكسبي وجيميناي وبيربلكس. حجز الجالاكسي اس 26 سيريس السنه دي هيبقى متاح من يوم 26 لحد 4/3، وخد بالك ان مش اي حد يقدر يحجز لك الموبايل ده، الريتيلز الكبيره اللي حواليك. دي كانت كل حاجه عن الجالاكسي امباكت 26. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف على قلبكم، وقدمت لكم فعلا ملخص محترم للمؤتمر، وافدتكم بكل الامكانيات. ومحتاج بقى رايكم يا جماعه في كل الامكانيات اللي انا قلتها، سواء في الاس 26 او ايه التطورات اللي انت كنت بتحلم بيها وما لقيتهاش، ايه الحاجات اللي عجبتك وابهرتك وممكن تشيل الموبايلات دي عشانها. وان شاء الله يا جماعه الفتره اللي جايه هنقل لكم التجربه المتكامله للجالاكسي اس 26 سيريس كلها، وبرده ان شاء الله الجالاكسي بادز 4 والبادز 4 برو للناس المهتمه بالسماعات. فضمانك الوحيد ان انت تشوف الفيديوهات دي اول ما تنزل، تفعيل زر الجرس بعد اشتراكك ولايكك المتين. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.